لو عاوز تعرف ازاي اعرف ان انا عندي سمنه او زياده في الوزن، تابعني في الفيديو ده. زي ما اتفقنا قبل كده ان السمنه نوعين: سمنه عامه، سمنه موضعيه. ازاي اعرف ان انا عندي سمنه عامه او سمنه موضعيه؟ هات ورقه وقلم ومزوره وافتح الاله الحاسبه على موبايلك وركز معايا. السمنه العامه من خلال حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم، بادي ماس اندكس، وده بيتم عن طريق معادله حسابيه. المعادله دي بتقول ايه؟ الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. لو النسبة من 18 ونص ل 25 فده الوزن المثالي، ولو أقل من 18 ونص فدي نحافة، ولو من 25 ل 30 فدي زيادة في الوزن، ولو من 30 ل 35 فدي سمنة مرضية مفرطة من الدرجة الأولى، ولو من 35 ل 40 فدي سمنة مرضية مفرطة من الدرجة الثانية، ولو أعلى من ال 40 فدي سمنة مرضية مفرطة من الدرجة الثالثة. السمنة الموضعية ودي ليها أكتر من مؤشر، أشهرهم مؤشر نسبة الخصر إلى الورك. هنقيس محيط الخصر عند أكتر حتة بارزة، ومحيط الورك عند أقرب نقطة في الورك. الطبيعي إن محيط الخصر يبقى أقل من محيط الورك، يعني الواحد والواحدة يبقى شكل الكمثرية، ودي من الحاجات اللي بتعمل جاذبية للست. وإن النسبة في الرجالة تبقى أقل من 9/10، وفي الستات تبقى أقل من 8/10. الغير طبيعي إن محيط الخصر يبقى أكبر من محيط الورك، يعني الواحد والواحدة يبقى شكل التفاحية، وإن نسبة الخصر إلى الورك تبقى أعلى من 1، وساعتها يبقى فيه سمنة موضعية في منطقة البطن أو منطقة الورك. لو عاوز تعرف إيه هي طرق الوقاية من السمنة، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.